النهارده 3/2/2026. فراخنا النهارده عمر 12 يوم. هنبدا يومنا النهارده زي ما عودناكم بذكر الله وبالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ودايما نعطر فمنا بذكر الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد. وخصوصا كمان النهارده يوم فضيل، النهارده كان ليله النص من شعبان. ربنا يعود علينا الايام بخير يا رب، ويجعل رمضان اللي جاي ده سنه خير على جميع المربين وجميع المسلمين يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين النهارده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكل فراخنا في العنبر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انتشارهم بسم الله ما شاء الله، حركه الفرخ في المكان وحيويته وسحبه على العلف وانتشاره ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الجو النهارده برضه حر او دافي شويه او مشمس، ولكن الهواء برضه النهارده تيارات شديده من جميع النواحي، وبرضه شويه تلاقي الجو غيم وتلاقي الدنيا بتنقط، يعني بعض نقط مطره بسيطه خالص، وتلاقي الشمس طلعت تاني الجو مش مستقر. فالله يكون في عون الناس اللي شغاله مفتوح او معتمد على تهويه الشبابيك تخلي بالها، لان تيارات الهواء بتغير اتجاهها كل شويه. فاللي شغال مفتوح ومعتمد على تهويته في الشبابيك يبدا انه يكون عينه في وسط راسه ويكون موجود في المزرعه بتاعته طول الوقت. اما بالنسبه اللي شغال مغلق فخلاص بيكون مشغل الشفاط بتاعه وقافل كل الشبابيك وبيعتمد على التهويه اللي الشفاط جايبها من هنا. وبالمناسبه برضه فتحنا امبارح كمان باكيه ورجعنا ستاره التحضين ورا خالص، وهنبدا اللي احنا نزود برضه زي ما عودناكم قيمه متر بمتر تدريجي واحده واحده. وزي ما انتم شايفين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكل الفرخ، انتشاره، حيويته، سحبه على العلف. وبالمناسبه برضو خلاص هانت كلها يوم او يومين ان شاء الله، وهنبدا اللي احنا نلف في المزرعه كلها قبل ما ندخل على عمر ال 20 يوم، بحيث ان احنا ما نبقاش سايبين اي فرخ تعبان او ضعيف او سرده. في ناس بقى بتيجي على الفراخ التعبانه او السرده او الواقفه او اللي فيها اي مشكله وتبدا تعمل لها حجازه وتبدا انها تسيبها في المكان وتبدا انها تخليها لوحدها. فانا عايز اقول لك ان دي برضو مشكله كبيره، انت كده عزلتهم لوحدهم، ولكن الفراخ السرده والفراخ التعبانه والفراخ الضعيفه دي بتكون مناعتها قليله جدا، فبتكون اكتر عرضه للاصابات. يعني الفرخ الضعيف اللي مناعته قليله ما بيستحملش اي اصابه بكتيريه او فيروسيه بتعمل له مشكله وبتبدا انها تاثر عليه، وبالتالي بتبقى انت كده تسببت في وجود وباء عندك في المكان اللي هو الحجازه بتاعت السرده. فبلاش منها خالص. ولو انت عندك امكانيه انك في حد في البيت او حد قريبك او حتى هتتصدق بهم لحد غلبان يربيهم وهو ورزقه بقى يبقوا حلوين يبقوا كويسين. واعتقد برضو ان الفراخ السرده لما بتتنقل من المزرعه وبتروح مكان تاني، مكان كويس ومكان نظيف وياخدوا رعايه كويسه او مثلا يتربوا في بوكس او في مكان نظيف، بيبدا ان الفرخ يفوق من تاني، يبدا ان الفرخ يتعدل يتصلح معاك. وبرضه لو انت مش لاقي حد كده فانت ما فيش قدامك غير انك تتخلص منهم وخلاص. يعني انت بتيجي تعدمهم، لان الفرخ خلاص الفرخ ده السرده والتعبان بيبقى هزيل وضعيف وكده كده هيموت، فبدل ما يضرك فانت بتتخلص منه وبتعدمه، ولكن بتكبر وبتتشهد عليه كانك بتذبح فرخ عاديه عادي قبل ما ترميه. يعني ما ترموهوش صاحي او ما ترموهوش حي عشان برضه حرام وما تشيلش ذنبه. انت بتيجي بتتشهد عليه وبتكبر وبتذبحه عادي، وتشوف العدد اللي عندك كله بتعدمه بالشكل ده، وبعد كده بتحطه في شكاره وبيتدفنوا بعيد او في مكان بعيد برضه عشان ما يبقاش سبب او ضرر لحي او يسبب اذى او ضرر لاي حد غيرك. ربنا ما يخسر حد ابدا وربنا يرزق الجميع. وبرضه ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سعر اللحم خلف توقعاتنا السنه دي خالص، وما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان امبارح التنفيذ 83، فربنا يرزق الجميع ويعوض الجميع يا رب. النهارده المربي بقاله يمكن 5 6 شهور متتاليين بيخسر، فيا جماعه برضه بلاش نستكتر عليه ان السعر رفع، لان برضه يعني التكلفه عاليه جدا والاصابات كتيره جدا في المزارع وناس كتيره جدا متضرره. وربنا يرزق الجميع ويعوض على جميع المربين وجميع المسلمين يا رب، وربنا يرخي قوت الغلابه. ودايما احنا برضو بنناشد وبنطالب بنزول المدخلات في صناعه الدواجن. بمعنى ايه؟ كل اللي احنا بنطالب بيه دايما ان الكتكوت ينزل والعلف ينزل والدواء ينزل وكل حاجه تنزل، بما فيهم سعر اللحم. انا عايز ابيع اللحم ب 50، ولكن خلي الكيلو يكون بيتكلف عليها 45 وانا ابيعه ب 50، ما عنديش اي مشكله خالص. يعني انا ضد ان سعر اللحم يرفع، ولكن انا عايز اي طاقه نور للمربي انه يلاقي اي حسنه يتشجع يكسب يكمل في الصناعه. لكن حته ان يكون التكلفه اعلى من سعر البورصه او سعر البيع فده بيسبب خسائر كتيره جدا للمربين. لكن احنا عمرنا ما نشدنا او نادينا بغلاء او ارتفاع اسعار، لان احنا برضو مستهلكين واهلنا مستهلكين واخواتنا مستهلكين، فطبعا احنا بنشتري فراخ، فطبعا احنا عايزين السعر يكون قليل علينا وعلى جميع الشعب كله. ولكن مدخلات
الفراخ نفسها من كتكوت وعلف وادويه وتحصينات ونشاره وكله غاليه، وخصوصا التدفئه برضه في الشتاء وفي الوقت اللي احنا فيه. فاحنا نتمنى ان كل ده ينزل وسعر الفراخ كمان ينزل، بحيث يكون سعرها في المتناول وفي متناول الجميع. ربنا يرزق الجميع وما يخسر حد ابدا. ولو وصلت لحد نهايه الفيديو هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش برضه تعمل اللايك والكومنت والشير، واستنونا ان شاء الله بكره في اليوم ال 13.